كوسة بلبن، فسيخ المحشي، قبلمة، اللي انتوا عايزين تسووه عشان مش عايزين نزعل حد، عشان انا عارفة ان في تسمية بتزعل ناس من ناس وحوارات كده فايا كان المهم ان الاكلة طعمها حلو وخلاص. ايا كان بقى كوسة باللحمة المفرومة بلبن، ايا كان بقى انتوا هتسووها ايه. بس انا دي اول مرة اجربها فيها الصراحة. يمكن في الطريقة ممكن تكون في حاجات بتتعمل في بلادها الاصلية في الشام بطريقة مختلفة، بس يعني يعني اعذروني بقى بما انها اول مرة، لو في اي اغلاط في الطريقة عدوها لي يعني. المهم انا هنا عصقت اللحمة نفس تعصيقتي ليها في المكرونة بشاميل. نزلت الاول اللحمة في طاسة سخنة خالص من غير اي زيوت، تاخد صدمة تغير لونها. بعد كده انا هنزل عليها ببصل مفروم وتوم مفروم، وحوالي 3 معالق صلصة، ملح، كمون، فلفل اسود، قرفة، شوية سكر عشان عادل حموضة الصلصة، ونسيبهم بقى تستوى شوية على براحتهم على نار هادية، نفس تعصيقة المكرونة بشاميل. بعد كده حشيت الكوسة، انا كنت مقوراها ونضيفة، حشيتها ونزلتها كده في شوية زيت تاخد لون على الجنبين. انا ما سويتهاش بشكل كامل في الزيت، ما حبيتش كده. تقدروا تعملوا كده لو هي حجمها صغير، تسيبوها في الزيت لحد ما تستوى خالص. بس انا يعني ايه، فضلت ان انا اسقيها بشويه مرقه بميه مغليه كده، حطيتها في المرقه يعني حوالي نص ساعه كده على نار عاليه، تشرب شويه من المرقه والصوص وتستوى. وبعد كده بقى هنا انا استخدمت حوالي لتر لبن رايب، حطيت عليه معلقتين نشا وقلبتهم على البارد. وبعد كده على نار هاديه نسيب اللبن يتقل شويه، وبعد كده ننزل بقى فيه بالكوسه. انا برضو سبتها تتشرب في اللبن ده حوالي برضو تقريبا نص ساعة. وحطيت الأول قبل ما احط الكوسة حطيت فيها مكعب مرقة، مرقة فراخ، مرقة لحمة، أي مرقة بقى عندكم. وسبتها بقى شوية تشرب في اللبن. هي كانت يعني حوالي 3/4 سوا مكان المرقة، وبعد كده بقى كملت سواها خالص في اللبن يعني، وشربت اللبن كده بالتتبيلة. املوا وانتوا بتحشوا صحيح الكوسة املوها عادي، هو مش رز هينفش، هو عادي املوها لحد قبل اخرها بسنة بسيطة كده، عادي مش مشكلة. بالنسبة للطشة دي كانت نعناع مفروم، توم مفروم، زيت زيتون على النار. الكميات زي ما تحبوا، عايزين تزودوا النعناع عن التوم عن النعناع، تخليهم كميات متساوية. بس اهم حاجة زيت الزيتون يبقى مغطيهم بشوية حبة، وتحطوهم على النار لحد ما ياخد ويدي كده، يتنكه الزيت ببعض. وبعد كده بقى تحطوا الطشة بعد ما الكوسة تستوى خالص، تحطوها على الوش وانتوا بتقدموها. انا اول مرة اجربها ومش اخر مرة، عجبتني جدا بجد.